إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. الأولى والثانية فيما فريق أولمبيك أسفي في جولة اليوم تحت عنوان البحث عن أولى 3 نقاط، البحث عن الانتصار الأول بعد ما حقق الفريق 3 نقاط من 3 تعادلات من 3 جولات. إذا المباراة ستكون صعبة جدا بين الطرفين في حوار تكتيكي بين المدرب بشعيب المباركي والتونسي منير شبيل بن محمود. مواجهة كما قلت ستكون صعبة بين الطرفين. بدأتنا تعطى ضربة بداية المقابلة بأقدام فريق أولمبيك أسفي الذي يخوض هذه المقابلة باللون الأبيض، فيما فريق شباب السوالم بحث عن المساندات تلعب كرة مرفوعة من رأسية موجودة، لكن التي تحضر بالعشرات هنا بملعب البشير بالمحمدية تخلق الحدث وتواصل تشجيع ومناصرة بطيئة شيئا. وفرصة فرصة 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 مرت سلامات أولى المحاولات السانحة للتسجيل لفريق أولمبيك أسفي عن طريق محمد مراد الناجي. بعد خفي الآن بدأ يدخل في معترك فريقنا. فرصة تسديدة الماضية بعيدة، تسديدة كانت قوية عن طريق عبد الله ديارة. أمامنا هشام العلوش يطلب حسين يصعد كثيرا في الدقائق الأولى. فرصة راسية مرت قليل من الحظ على رأسية. تعود الكرة من جديد، خطأ لصالح فريق أولمبيك أسفي، لصالح فرحاني هواري كيمرر الكرة. فرصة خروج العلوش، الكرة الثانية والإبعاد من جانب دفاع فريق شباب السوالم الرياضي. وسط الميدان الكرة الآن، فرصة يونس الساخي يتقدم، ولكن تغطية دفاعية موجودة من ياسين كرداني. هنا فرصة صلاح الدين أشران الحكم كان قريب من العملية، يأمر بمواصلة اللعب. تعود من جديد والخطأ على اللاعب محسن الربيبي. واحدة من الحلول تلعب الكرة الآن. فرصة ولكن خروج موفق في مناسبتي لهشام، أحد من الأسماء اللي تبقى من الركائز الأساسية لفريق شباب السوالم، يغير من معالم وإيقاع الجولة الأولى بين الطرفين. هنا محاولة ولكن الدفاع في المكان. عبد الله ديارة تلعب الكرة، فرصة راسية فيها متابعة. يا ماذا أضعت يا كمال. قرع ضيع فرصة حقيقية مواتية، ما كانش في وضعية تسلل، تسرع في اتجاه عبد الله ديارة. عبد الله يمر الكرة في اتجاه اللاعب كمال القرع، ولكن صافرة قبل ذلك. الكرة في اتجاه كمال القرع، كمال وحده يقاتل على الكرة، يتحصل له خطأ بذكاء كمال القرع. محاولة سانحة فيها فرصة تدخل الدفاع، لأن 3 ضربات ثابتة لم يستفد منها فريق أولمبيك أسفي. لا زالت لم تجد ذاتها في ظل تكتل في وسط الميدان من الجانبين معا. هنا المطالبة بخطأ، حكم يأمر بمواصلة اللعب ويوقف لاعب فد جديد. فرصة لفريق أولمبيك أسفي، فرصة الإمكانية تسديدة من جديد، هذا المرة عن طريق محمد الروحي أمامنا في الصورة. تسديدته ما مشاتش بعيد، سواء المشاهدين المناصرين متتبعين. فرصة كمال القرع في ثاني محاولة له أمام هشام العلوش، كورته مرت محاذية للمرمى في وقت السقوط في أرضية الميدان. الدقيقة 41 صفر لمثله. هنا كرة للشباب، تدخل ممتاز. الكرة الثانية ضاعت، تسديدة الماضية عن طريق عدنان. انطلاقة لفريق شباب السوالم. يا سلام على المراوغة على الفنيات. هنا التسديدة مودو، صحنا يا مودو، مايسترو وسط الميدان لفريق أولمبيك أسفي. هنا انطلاقة معطي تميزه ولكن كورته بعيدة. تلعب الكرة، الفرصة الإمكانية وتدخل الدفاع، تدخل دفاع فريق أولمبيك أسفي. نتائج البياض على الجولة الثانية والثالثة بالنسبة له. فرصة يا الأخضر لفريق الشباب، شباب السوالم الرياضي. كاد مباراتين. فرصة الآن، فرصة أخرى لفريق شباب السوالم الرياضي الذي يقترب شيء.
معطي تميز في انطلاقه لفريق شباب السوالم الرياضي. تلعب الكره من المعطي لكن بعيده الكره. كاسفي تلعب الكره محمد الروحي ممتازه في الجهه اليمنى. فرصه عبد الله ديارة الدولي المالي يتمكن من هز شباك فريق شباب السوالم الرياضي في حدود الدقيقة 57. إذا الفرحة تجد لها مكانا في مدرجات فريق أولمبيك كاسفي، والهدف الثاني للأولمبيك في هذا الموسم. الهدف الثاني للأولمبيك في هذا الموسم بعد هدف ملعب البشير بن محمدية. تلعب الكرة تدخل دفاع فريق أولمبيك كاسفي، كرة في اتجاه عن تأمين النتيجة. تلعب الكرة فرصة راسية، خروج موفق لحارس المرمى هشام العلوش. البشكالي في تمريرة في اتجاه الرحيمي، فرصة خروج موفق لحارس المرمى خالد أكبيري. المهاجم البديل محمد الروحي ممتازة في الجهة اليمنى. فرصة عبد الله ديارة الدولي المالي يتمكن من هز شباك فريق شباب السوالم الرياضي في حدود الدقيقة 57. إذا الفرحة تجد لها مكانا في مدرجات فريق أولمبيك كاسفي، والهدف الثاني للأولمبيك في هذا الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. إليكم موعد وتوقيت مباراة الوداد في المنافسة القارية. سيقام لقاء الإياب بين نادي الوداد البيضاوي المغربي ونظيره حافظ كوناكري بطل غينيا ضمن المنافسات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية لعام 2024. المباراة ستلعب على أرضية ملعب دولور يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. للإشارة، انتهت مباراة الذهاب بنتيجة تعادل الإيجابي هدف لكل فريق، فنتمنى حظ موفق لنادي الوداد في هذا العرس الكروي القاري. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.